السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن سؤال مهم جدا. ليه كلمة نقد بسيطة ممكن تهزني وتفضل تزن في دماغي بالساعات أو حتى الأيام؟ انت أكيد ملاحظ ده. كلمة جارحة من شخص سواء قريب أو غريب ممكن تغير مودك كله وتخليك تايه. طب ليه ده بيحصل؟ الحقيقة إن المشكلة مش في الكلمة نفسها، المشكلة في الأرض اللي الكلمة دي بتنزل عليها. لو جواك ثقة وقناعة بقيمتك الكلام هيعدي زي الهوا، لكن لو جواك شك أو فراغ أي نقد صغير هيخترقك ويسيب أثر كبير. وعلميا المخ عنده حاجة اسمها الانحياز السلبي، يعني بيركز على الكلام الوحش أكتر من الكلام الحلو. عشان كده ممكن جملة واحدة تكسرك حتى لو في 10 جمل إيجابية اتقالت لك قبلها. وهنا لازم تسأل نفسك، هل هسيب كلمة من أي شخص تتحكم في مزاجي وتضيع يومي كله؟ أكيد لأ. طب نعمل إيه وقت النقد؟ تعال نطبق شوية تمارين عملية هتفرق جدا. أول تمرين اسمه ورقة إعادة التقييم. هات ورقة واكتب النقد اللي اتقالك بالحرف، وبعد كده في عمود تاني اكتب هل ده رأي ولا حقيقة مثبتة، وفي عمود تالت اكتب ايه الدليل اللي عندي يثبت او ينفي الكلام ده. والنتيجة انك بتفصل رأي عن الحقيقة، وساعتها النقد بيخف تأثيره عليك. ولو لقيت الكلام لازق في دماغك جرب تمرين النقد في صندوق. اي كلمة سلبية اكتبها في ورقة صغيرة وحطها في علبة وسميها صندوق آراء الناس. التمرين ده بيعلمك ان مكان الكلام بره مش جواك. في تمرين تالت اسمه الكرسيين، وده ممتع جدا. جيب كرسيين، اقعد على الأول وقول النقد كأنك اللي بينتقد، بعدين انقل على الكرسي التاني ورد بصوت عالي كأنك بتدافع عن نفسك أو بتوضح وجهة نظرك. هنا بتحول النقد من حاجة مؤلمة لحوار تتعلم منه وتواجهه. وبرضه مهم جدا تمرين عد المكاسب، يعني كل مرة تسمع نقد يوجعك على نفس الورقة اكتب تحته 3 حاجات حقيقية انت فخور بيها. مهارة عندك زي انك بتتعلم بسرعة، وميزة في شخصيتك زي انك بتدعم اللي حواليك، ونجاح سابق زي مشروع أنجزته قبل ميعاده. وساعتها دماغك هيشوف صورتك كاملة مش مجرد النقطة السلبية. وآخر حاجة، لما تحس إن النقد وجعك بزيادة جرب التنفس الواعي ضد الألم. خد شهيق عميق 4 ثواني، واحبس النفس ثانيتين، وطلع الزفير 6 ثواني كأنك بتطلع معاه الوجع. كرره 5 مرات. النتيجة إن جهازك العصبي بيهدى والمخ يبطل يضخم الكلمة. شايف؟ النقد مش لازم يكون سجن. ولو حد قالك انت فاشل لمجرد انك فشلت في موقف، خد بالك، هو بيحكم عليك من تجربة واحدة، لكن الحقيقة ان الفشل جزء من اي نجاح. ساعات بيكون اسقاط منه، وساعات بيكون مجرد كلام هدفه يضايقك. اوعى تصدق ان الكلمة تحدد قيمتك في استمراريتك وفي محاولتك وفي انك تكمل حتى بعد الوقوع. وفي الاخر النقد جزء من الحياة، ومش كل نقد ضدك. اوقات النقد بيبقى مراية تساعدك تشوف حاجة محتاج تطورها، وأوقات بيبقى مجرد انعكاس لعيوب شخص تاني. لكن اللي يفرق فعلا، هل هتسيب الكلمة تكسرك وتهزك، ولا هتتعلم منها وتخليها سبب يخليك أقوى؟ صدقني، اللي يحدد قيمتك مش لسان الناس، اللي يحددها قلبك وصوتك الداخلي. كل مرة تختار انك تصدق نفسك قبل أي حد انت بتبني حصن جواك محدش يقدر يهده. والنقد وقتها هيبقى مجرد رأي مش حكم إعدام. اوعى تنسى، انت مش محتاج تبقى نسخة مثالية عشان تستحق الحب والقبول. انت كفاية زي ما انت.